السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. اليوم جيتكم فيديو جديد، حضرت لكم عجينة البيتزا ووريت لكم طريقة كيفاش تجمدوا لاباط تاع البيتزا. تصيبوها ان شاء الله في الشهر الكريم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ودوق ما نطولش عليكم باش نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. هنايا 500 غرام تاع الفرينه راهي متيره، وسيت مغرفه تاع القهوه، خميره تاع الخبز، وشويه سكر، 2 مغارف تاع زيت الزيتون. هنا نحتاج مغرفه كبيره تاع حليب بودره. الا ما كانش عندكم حليب بودره معليش لموا لاباط تاعكم بالحليب، مهم يكون دافي. مغرفه صغيره تاع الملح، ومعها شويه فلفل الابيض، وهنايا شويه زعتر كما راكم تشوفوا، غير شويه زيتها والماء دافي اللي نلم به هذه العجينه تاع البيتزا. قلت لكم انا كنت نسيت اللي راني نصور، وسيت مغرفه صغيره تاع الخميره تاع الخبز، وسيت شويه تاع السكر. ومن بعد باش تفكرت اللي راني نصور، عفوا ما تنساوش المقادير المهم تصيبوها كامل تحت صندوق الوصف. كما شفتوا معايا، وسيت هذيك حليب بودره والملح وشويه فلفل الابيض وزيت زيتون 2 مغارف كبار. من احسن العجينه تاع البيتزا وتسيولها زيت زيتون باش تجي مليحه. وذوق راني نلمها بالماء دافي. الا ما كانش عندكم الحليب بودره، لموا العجينه تاعكم عادي بالحليب دافي. راني نلم فيها، والعجينه ما تكونش قاصحه ماذا بيكم، يعني تكون منخوفه وتحب شويه، يعني تندلك ماشي بزاف. انا هكذا دركتها غير هكذا في البول حتى نشوف الوجه تاعها ملساء، ومن بعد نغطيها ونخليها تريح ساعه. نغطيها كما كنتم تشوفوا، عجنتها غير هكذا فوق في البول، عفوا هكذا غطيتها ونخليها تريح ساعه. وهنا كي ريحت لي ساعه العجينه كما تشوفوا في البلان طرافي تاعي، وسيت شويه فرينه ونحكم هكذا لاباط تاعي، وسيه بوده، ونقطع 2 كبار باش نحضرهم معاكم باش تشوفوا لاباط كيفاش تجي. والاخرين نديرهم بحجم صغار لين نوسيهم في المجمد. خاصة كاين بزاف الناس اللي يخدموا هكذا، الوغ يسيبوها واجده كي تكونوا درتوها من قبل وتحطوها في المجمد باش في الشهر الكريم ان شاء الله غير تجبدوها وتسيبوا لا فرص تاعكم هكذا. انا راني نوسيهم هكذا لي بتي بول، والاخرين قلت لكم خليتهم 2 كبار. هذا العجينه تاع بيتزا ماذا بكم كي قريب سمانه، قريب ما يقرب رمضان وسيوها. انا وسيتها لكم بالكامل باش هكذا تكون عندكم فكره. وهنا بعد غطيتها وخليتها تريح واحد 10 دقائق، وكي ريحت لي نبدا نخدم في الكبيره. والفرن راه شاعل 250 درجه، نخليه يسخن مليح باش ندخل لاباط تاعي طيب. هنا هذه سنيوه خاصه بالبيتزا، ونوسي فوقها بابي كويسون اللي يساعدني بزاف في الخدمه تاع البيتزا. نرش هكذا السميد رطب باش تجيني كونستيونت هكذا. نحل لاباط تاعي. المهم كي توسيهم قلت لكم لي بول لازم لهم يرتاحوا واحد 10 دقائق باش يعطوكم الطوع ينحلوا. ونحل لاباط تاع بيتزا باش تجيكم دوره. شوفوا كيفاش راني نواسي، لازم كل ساعه نقلبها ونحلها حتى نحصل هكذا لاباط تكون رقيقه كما راكم تشوفوا. والفرن تاعي قلت لكم راه يسخن مليح، نخليه يسخن. دوك نوري لكم الطريقه تاعي، كنت وسيتها لكم العام الماضي. نفرش هذيك لاباط تاعي، يعني ما نوسيلها لا الحش ولا والو، طيب هكذا خضره. نخليها غير قسمه تنشف واحد 3-4 دقائق تكون نشفت لاباط تاعي. وانا لاباط تاعي دوك ندخلها للفرن. المهم الفرن يكون سخون، هذه يعني ملاحظه مهمه. هنا كي دخلت الاخرى راني حليت الثانيه باش غير نخرج الاخرى الثانيه ندخلها. هاكم تشوفوا غير قسمه نشفت، يعني دات لي 4 دقائق هكذا.
والفرن يكون عالي 250 درجه. كي نحيت الاخرى ندخل الثانيه هكذا. علاش قلت لكم يعني البابي كويسون يساعد بزاف. ندخل الثانيه غير قسمها تنشف، والاولانيه كي نشفت لي نواسي لها لافاغس تاعي. يعني الذوق يولي ليكم. انا الصلصه تاع البيتزا ودائما قبل ما نواسيو كيما راكم تشوفوا لازم نواسي عليها بابي كويسون باش كي نرفدها تساعدني في الخدمه. لخاطر لو كان نواسيو لها هكذا الصلصه ونحشيوها وكامل ما نجموش نفدو لابا تاعنا، تكون مرخوفه وتتقطع لنا. لا الوغ نخدمو خدمه بروبر لازم نديرو بابي كويسون. انا فرشت الصلصه تاع البيتزا. المهم كل واحد الذوق تاعو. انا غير باش وريت لكم انا وسيت الطون كنت صفيتو من الزيت، وسيت علبه تاع الطون هكذا فرشتها فوق الصلصه. هنا نواسيت المايس. طبيعة الحال تاع العلبه دائما كي تحلوها شلوها مليح وخليوها تقطر، ما توسيوهاش ديريكتومون، فيها ماده حافظه. هنا فرشت هكذا الطرشي كما راكم تشوفوا، الطرشي الحمراء. وهنايا الجبن المبشور خاص بالبيتزا هكذا. نفرش كميه مليحه. نواسي زيتون الكحل، نعرفوا كامل البيتزا فيها زيتون الكحل. وهذا الجبن نخليه في الاخير. كي طيب البيتزا تاعي في الاخير كامل نخرجها من الفوغيا هكذاك سخونه، نواسي لها الفرماج غابي هذاك تاع ايمونطال. هنا واسيت الحبق ونواسي كما راكم شفتوا غير رشه هكذا خفيفه تاع زيت زيتون، وندخل هذه البيتزا تاعي للفرن. علاش قلت لكم شوفوا كيفاش راني نواسي، تساعدني بزاف الخدمه بالبابي كويسون. لازم نواسيو لها المرحله، سينو كي نواسيو لها لافاكس ما نجموش نرفدو لابا تاعنا. دوك ندخلها للفرن نخليها حتى طيب لي. المهم الفرن يكون شاعل من التحت ومن الفوق باش تحصلوا على البيتزا تكون رائعه. وهنايا نخليكم تشوفوا البيتزا الثانيه. وهذا الجبنه تاع لي ساندويتش، هذا الشيدار. يعني الاجبن اللي يكون عندكم وسيهم في البيتزا، قد ما توسيهم من الاجبن قد ما يجيب بنينه البيتزا هكذا. ونرشها بالزيت والكحل. قلت لكم وماذا بكم يكون عندكم الحبق يجي مذاق رائع للبيتزا. ها وسيت هكذا رشه تاع الحبق مجفف ورشه خفيفه تاع زيت زيتون. وكي نخرج الاخرى ندخل هذه اللي كانت في الفرن راكم تشوفوا فيها كيفاش تكونفلات. وهنايا بعد ما خرجتهم بين زوج حطيتهم بجيه. ودوك راني نحل هذوك الصغار اللي نواسيوهم في المجمد. يعني ما نقدرش نحل لاباط كبيره ونقطعها ونعاود نفد لي شيت ونعاود نحلها. لا نواسيو هكذا احسن من نواسيو عجينه كبيره هكذا. حتى نكمل كامل هذوك لي بول اللي واسيتهم. وكيف هادو ندخلهم الفرن. وهنا بعد ما كملتهم كامل قلت لكم هاكم تشوفوا كيفاش غير نشفت لاباط خرجتها. راكم تشوفوا لاباط كيفاش تجي رقيقه. هادو خاصه اللي قلت لكم اللي نواسيوهم في المجمد. على بالكم في شهر رمضان دائما نحبوا حاجه صغيره، يعني ما نجموش نديروا بيتزا كبيره كيما في الفطار. دائما نديروا هكذا بيتزات كبار ولا هكذا يكونوا شويه صغار على هادو. المهم ما يكونش حجمهم كبار وخلاص. هنايا حكمت ساشي تاع الكونجيلاسيون. نحط هذوك لاباط تاعي بعد ما خليتهم يبردوا مليح باش وسيتهم هكذا. ندخل لاباط تاعي
على حسب ما تواسيو لا كونتيتي، على حسب ما تاكلوا نتوما. انا غير باش وريت لكم، انا هادو ما وريتهمش في المجمد، يعني كليناهم. بصح نتوما لا كي تواسيوهم في المجمد ديروا في لي ساشي على قسم ما تاكلوا، تجبدوا يعني تاكلوا هكذا. ونخرج كاع الهواء اللي في الساشي، هذه حاجه مهمه بزاف، لازم تخرجوا الهواء. وهنا كما راكم تشوفوا وسيت لاطاط اللي نكونجلي فيه هاد لاباط تاع بيتزا، باش ولا ما استعملناهاش في الشهر الكريم، يعني مور رمضان هكذا نعرفوا لاطاط وقتاش استعملناها. والعجينه تاع البيتزا تشد شهرين في المجمد، هذا مكان. والمهم مهم تكتبوا لاطاط اللي كونجليتو فيها الحاجه، هذه هي. وهنايا بعد البيتزا تاعي ما طابت لي، هذه هي اللون، لازم تطيب مليح باش تجيكم كروستيونط وتكون طيبه مليح. قلت لكم الفرن يكون شاعل من التحت ومن الفوق ويكون سخون. وهنا كي خرجتها وسيت هذاك الجبن المبشور ايمونتال باش يجي مذاق بنين. هذه هي البيتزا اللي حطيتها معكم، مذاق رائع، نتمنى ان شاء الله تجربوها، وانا متاكده تجربوها قبل الشهر الكريم. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم عليكم غير تواسيو جيم وشاركوا في القناه اللي يوصلكم كل جديد. وان شاء الله تبارطاجيو لي فيديو مع الاحباب ومع الاصدقاء. خليت لكم لهنا وراحه البال في الفيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.